في أعماق وادي الملوك حيث يرقد التاريخ في صمت، كان في انتظارهم كابوس لم يتخيله أحد. صلي على النبي واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. سنة 1923 العالم كله كان بيتكلم عن اكتشاف القرن، مقبرة الفرعون المنسي إخناتون. فريق من أفضل علماء الآثار بقيادة المستكشف الشهير آرثر ويجال كانوا على وشك فتح باب هيفصل بين عالمنا وعالم الأسرار القديمة. كانوا بيحلموا بالمجد والكنوز، لكنهم ما كانوش يعرفوا إنهم بيفتحوا بوابة الجحيم. على جدران المقبرة كانت منقوشة تحذيرات واضحة بلغة قديمة غامضة: الموت سيضرب بجناحيه السامين كل من يعكر صفو الملك. ضحك العلماء واعتبروها مجرد خرافات لحماية المقبرة من اللصوص، لكن مع أول خطوة ليهم جوه الهوا بقى تقيل والسكوت بقى مرعب. بدأت الظواهر الغريبة، أصوات همس مش مفهومة وظلال بتتحرك في زوايا المقبرة. أول ضحية كان القنار الذهبي اللي جابوه معاهم، لقوه ميت في قفصه وتعبان كبرى بيلف حواليه. بعدها بأيام بدأت اللعنة تحصدهم واحد ورا التاني. العالم اللي فتح التابوت أصيب بحمى غامضة ومات وهو بيهلوس بكلام عن حراس المقبرة. واحد تاني مات في حادثة عربية غريبة